السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة في كويزين فاتي. اليوم غنقترح لكم هذا الرايب منزلي كنحتاجو هكا في رمضان للسحور اولا هكا غير الوليدات نوجدوه لهم. كيجي في حال ديال المحلبات تماما، كيجي رائع عاقد كيف ما كتشوفوا معايا، يعني عاقد. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو نتعرفوا على المكونات وعلى طريقه التحضير. وعافاكم ما تنسونيش بواحد لايك للفيديو هكا للتشجيع. بالنسبه للوصفه هنا غنحتاج نصف لتر د الحليب، غنضيف له ساشي د الفاني و3 المعالق ديال السكر. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه يمكن له يمشي حتى 4 المعالق. غادي نوضعو فوق النار، وفي واحد لوبول غادي نوضع هنا نصف لتر ديال الحليب، وعندي واحد ياغورت اللي يكون عاقد، ضروري ياغورت عاقد. انا استعملت هذا. غادي نوضعو على داك الحليب، وغادي نجيب واحد الفوي ونحاول انني نخلط على هذا الشكل هذا حتى كينسجم لي هذاك الياغورت مع الحليب. هنايا غادي نشوف الحليب ديالي كما قلت لكم، غادي نوضع الاصبع ديالي، يعني غير نحس بانني ما وصلتش لدرجه انني نتحرق، يعني ما وصلش للغليان. غادي نضيف عليه هذاك الخليط اللي غليت، غادي نضيفه على الخليط اللي فيه الياغورت كيف ما كتشوفوا. وضروري هنايا كنخلط كما شفتوا، وغادي نصفيه. ضروري هذيك اللقطه ما تصورات ليش انني كنصفيه، وكنوضعوه هنا في كؤوس كيف ما كتشوفوا هكا. وغادي نغطيهم هنا، يمكن لكم تغطيهم بالبابي سولفوريزي اولا تعملوا هكا فحال هاد الغطايات انا عندي ديال هاد الكيسان هادو. وكنجيب هنايا واحد لا سيرفيات هكا تكون كبيره، وغادي نغطي بها هاد الكويسات ديالي، ونزيد واحد المنطه من الفوق. يعني ضروري كنسخن عليه لانني انا غنخليه غير في الكوزينه. نتوما الا بغيتو كان البرد مثلا، انا شويه الحال سخون، الا كان البرد ممكن انكم تشعلوا الفران هكا واحد 2 دقائق وتطفيوه وتخليوه فيه، فهو كيوجد وكيجي عاقد كيف ما كتشوفوا هكا في الصوره. ما كتحتاجوا لا طنجره الضغط ولا مسخون ولا حتى شي حاجه. كنتمنى انكم تجربوه الصراحه، انه غادي يعجبكم. وكيجي كما قلت لكم كيف ما كتشوفوا في الصوره، عاقد في حال اللي كيتباع في المحلبات. هانتوما كيف ما كتشوفوا. كنتمنى التشجيع ديالكم بلايك للفيديو، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.